السلام عليكم. اليوم غادا نجاوب على واحد السؤال جاني بزاف اللي هو واش السكيزوفرينيا كتقيس الناس بطريقه عشوائيه؟ والجواب لا. كاينين الناس اكثر عرضه، ولكن هذا ماشي حتمي وغادي نفهموا علاش. اولا شنو هما العوامل اللي كتخلي الناس اكثر عرضه؟ كاينين اربعه. كاينه الوراثه، الجينات، يعني الا شي حد من العائله المقربه عنده سكيزوفرينيا هنا نسبه احتمال الاصابه كترتفع، ولكن ماشي 100% وماشي حيت عندنا استعداد وراثي راه غادي نمرضوا بسكيزوفرينيا. السبب الثاني هو الضغط النفسي القوي ولا الصدمات، خصوصا في مرحلة المراهقة وبداية العشرينات. هنا كيفجر المرض عند شي حد أصلا عنده استعداد. السبب الثالث هو المخدرات أو الحشيش، والحشيش ماشي سبب مباشر وإنما محفز قوي، خصوصا إلا تكمى في سن مبكر، وإلا كانت نسبة THC عالية بزاف، وهذا غادي نخصصوا ليه حلقة بوحديته. والسبب الرابع مشاكل أثناء الحمل أو الولادة، مثلا نقص في الأكسجين أو التهاب حاد عند الأم كيأثر على الدماغ ديال الطفل بطريقة ما كتبانش غير ملي كيبدا كيكبر. يعني ماشي كل شيء معرض للإصابة بهذا المرض بنفس الطريقة. وشنو الحل؟ إلا كان سبب وراثي، التشخيص المبكر. الا كان الشخص عنده مشاكل وضغوطات نفسيه، هنا كنقدموا ليه الدعم النفسي قبل ما الفوت. اما الا بدا يبانوا السلوكات الغريبه وبدات الاعراض ديال المرض كتبان، هنا خصنا نبادروا بالعلاج المبكر وبلا حكم وبلا سخريه. سكيزوفرينيا قد ما شخصناها بكري، قد ما درنا العلاج بكري، وقد ما الخسائر كتكون قليله. في الحلقات المقبله غادي نتعمقوا اكثر في التفاصيل ديال الاعراض بشويه بشويه، ونحاول نجاوب على الاسئله ديالكم. تابعوا معايا هاد السلسله على السكيزوفرينيا. خليت لكم هاد الكلمه من كلام النساء. انا وفاء وهذا كلام النساء.